فيلم وثائقي بيتكلم عن التجنيد في الجيش المصري وبيسيء لقواتنا المسلحة وينتقد فيها. لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب قالت إنها بتجهز رد مناسب على تجاوزات الجزيرة في حق الجيش. لجنة الدفاع والأمن القومي قالت إنها بتدرس برضه رد مناسب عليها، وإن انتقاد قناة الجزيرة القطرية نظام التجنيد في الجيش المصري عبر فيلم وثائقي يؤكد الدور التخريبي اللي بتلعبه في المنطقة هذه القناة، وإن قطر بتخدم مصالح الصهيو عالميا. وقالت لجنة الدفاع بالبرلمان قطر تجاوزت الخطوط الحمراء وبتسعى لإثارة الفتن وضرب الإسلام والمسلمين. وكمان قالت لجنة الدفاع أن قطر عاملة زي نافخ الكير اللي بينفخ لإثارة الفتن والأزمات لصالح تفتيت وتخريب الدول العربية الكبيرة. أنا عايز أعرف هي ليه قطر بتتدخل في شؤوننا الداخلية؟ هو في حد اتدخل في شأنكم يا قطريين؟ بتكلم على الحكومة مش الشعب. معروف مخططاتكم ومعروف انتم تبع مين وبتخدموا مصالح مين، وكفاية عشان اللي بيجي على مصر مش بيكسب وبيتحرق. يعني مش عارف ليه بتعملوا كده، ومعرفش قناة الجزيرة مصرة. طب احنا خلاص البلد بقى فيها رئيس جمهورية وفيها حكومة وفيها برلمان وفيها كل مؤسسات الدولة شغالة وزي الفل والدنيا ماشية. بتنخربوا على ايه؟ عايزين تخربوها تاني ليه؟ صعبان عليكم يبقى في بلد قائمة؟ يبقى في بلد حاميها جيشها وحاميها شرطتها وحاميها قضائها وحاميها ناسها؟ عايزين تعملوا ايه؟ بس برضه انا بقول العيب مش على قطر، العيب على القنوات الفضائية المصرية اللي كلها دي بتصرف المليارات ومش قادرة تقف قدام قناة. يعني انا لو كان عندنا امكانيات في قناة العاصمة كنا نعمل فيلم وثائقي عن الجيش في قطر، وازاي امريكا داخلة وازاي امريكا راكبة عليهم وازاي امريكا مطلعة عين اللي جابوهم ونعرضه. بس احنا ما عندناش الحقيقة، كلنا شغالين في الهلس بنتخانق مع بعض بس. يعني احنا لو نجتمع كلنا كقنوات فضائيه نضرب الجزيره، انما احنا الحقيقه والله الحقيقه احنا كلنا بنضرب في بعض بس. فلان عمل ايه وفلان عملش ايه، والرقص والغنى والبتاع وسايبين الدنيا. اي قناه واحده بتسيء لشعب كامل ل 90 مليون، 92 النهارده بقينا. احنا فين القنوات الفضائيه بتاعتنا؟ فين يا جماعه؟ فين الناس اللي عامله قنوات فضائيه؟ مع الهاتف مستشارة هاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق. يا سيادة المستشارة ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك يا دكتور سعيد. اخبارك ايه؟ ويعني هون عليك، يعني ايه الجديد في موقف النظام القطري العميل والبايع امته العربيه واللي كان مصدر للخراب في كل دوله عربيه شقيقه تعرضت لهذه المؤامره وهذه يعني الحرب الجهنميه اللي بتحدث فيها. ايه الجديد؟ يعني انا يعني برجو انه هذا الفيلم اللي هو حلقه من حلقات التآمر، لانه لازم نبقى عارفين انه الهدف الاستراتيجي لكل القوى المعاديه للامه العربيه هو فصل العلاقه ما بين الجيش المصري والشعب المصري. نعم. ومحاوله الاساءه لهذا الجيش اللي رسول الله عليه الصلاه والسلام سماه في خطبة الوداع بخير أجناد الأرض. لما تبقى الشهادة من خير الخلق أجمعين فلا ننتظر من أحد أن يتحدث عنهم. يعني أنا قلت يا سيادة المستشارة إن هم خلاص البلد بقى فيها رئيس وفيها حكومة وفيها برلمان وفيها مؤسسات شغالة والدنيا ماشية وده احنا يعني البلد مشيت خلاص، انتوا عايزين مننا إيه تاني؟ لا, يعني لا الموضوع أكبر من كده بكتير يا دكتور سعيد. ما هو البلد اللي ماشية دي واللي بتقوم واللي بتقف على رجلها رغم كل ما يحيط بيها من مخاطر ومن صعاب ومن حصار اقتصادي، رغم ان هي يعني المفروض انها هي الدولة العمود الفقري للمنطقة العربية بالكامل. نعم. لكن ما زالت المؤامرة الصهيونية اللي هي مدعومة بقوى العدوان على الأمة العربية، واحنا عارفينهم بقى كويس مش هنقولهم تاني. هؤلاء جميعا يعرفون جيدا انه طالما بقيت مصر وبقي الجيش المصري
فلن يتحقق حلم إسرائيل الكبرى، والمشروع الصهيوني سيقف صح. كما هو، ولن يستطيع أن يحقق هدفه الاستراتيجي. لازم نبقى عارفين ده، وعارفين أنه الجندية بالنسبة للشعب المصري ما هيش حكاية نحكيها عن سنوات قريبة، لا احنا هنحكيها من 7000 سنة. لانه طول عمرنا لما بيجي لنا الغازي ويجي لنا المعتدي ويجي لنا اللي مستهدفنا، لابد ان يكون اول من يقاتل من اجل وقفه، واول قرار ياخده بعد حتى لو حصل ودخل مصر هو وقف تجنيد المصريين. نعم. تفتكروا كده انه هذا حدث منذ الهكسوس والحوثيين، ومنذ نابليون بونابرت، ومنذ سليم الاول. اي حد دخل مصر اول قرار بياخده هو وقف تجنيد المصريين. صح. لانه عارفين انه الجنديه في ضمير الشعب المصري، في ضمير الفلاح المصري اللي هو بيعتبر ان ابنه دخل مرحله الرجوله حين يدخل الجيش ويرتدي الزي العسكري. يجي يبص له باعتباره كبر وبقى راجل. هي دي الفكره اللي مستهدفها هذا الفيلم المشبوه، اللي جزء من حلقات المؤامره. ولابد ان احنا نبقى عارفين انه لن يهتز يعني رمش للشعب المصري في بالنسبه لهذا الذي يحدث. احنا بس بنوضح الرؤيه عشان كي لا ننسى، لانه الهدف ما زال قائم. الشعب المصري لما نادى على جيشه، الجيش المصري حمى الشعب المصري. وما الجيش المصري، اما الشعب المصري خدوا بالاحضان في الشوارع والميادين. ولما هتف وقال الجيش والشعب ايد واحده، ولما الجيش المصري وقف حجر عسرة امام سقوط الدوله المصريه حين استهدفتها الجماعه الارهابيه وهي في الحكم، كل ده في النهاية بيفشل مخططات دول عظمى وقوة تستهدف السيطرة على هذه المنطقة بتفتيت دولها وتفكيك شعوبها على أسس طائفية ودينية وعرقية. اللي بيقف حائل دون هذا إيه؟ هو روح الوطنية المتمثلة في الجيش الوطني. الجيش الوطني اللي رافع راية أنه يناضل من أجل وطن وشعب. وبالتالي فكل اللي بيجرى ده انا بعتبره يعني ايه، زي ما بيقولوا يعني زر كده لرماد، يعني لن يكون له تأثير من قريب ولا من بعيد. لكن يعني الحقيقة ان الاوان ان يكون هناك موقف تجاه النظام القطري، لانه الحقيقة انه الشعب القطري لا حول له ولا قوة. احنا عارفين كويس قوي انه تقصدي سيادة المستشارة تقصدي يا فندم موقف سياسي؟ طبعا، ولازم يبقى في موقف، لانه اللي بيحصل دايما هو شكل من اشكال العدوان القميء على شعوبنا العربيه وعلى امتنا العربيه، في القلب منها مصر. والدور المشبوه الذي ادته قطر وما زالت تؤديه حتى الان، ان الاوان انه يبقى في موقف محترم تجاه هذا يحدث في شكل من اشكال المحاسبه العربيه في الجامعه العربيه، والمحاسبه في الاعلام العربي الوطني والمحترم. وايضا يكون الرد بتقديم حقائق التاريخ عشان يعرفوا امتى الشعب المصري بيسمي الجيش جيش وامتى بيسميه عسكر. بيسميه عسكر لما بيبقى فيه الاجانب. صح، بيبقى محتل. يدخل العنصر الوطني يبقى هو الجيش الوطني. صح. اللي هو والشعب ايد واحده. وسيظل كذلك ولو كره الكارهون. نعم. بشكرك سياده المستشاره هاني الجبالي نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا، شكرا جزيلا يا فندم. ومعايا على الهاتف الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع. دكتور رفعت معذره ان طولت عليك يا فندم. لا معلش، برضه ما انا استمتعت بالمستشارة هاني الجبالي. ربنا يكرمك. قطر ومن خلفها قناة الجزيرة مصرة على انها تسيء لمصر والجيش مصر. رد حضرتك يا فندم وتعليق سعادتك. انا عايز اقول حاجة. اتفضل يا فندم. يعني قطر هي في نهاية الامر وبدايته قطر. نعم قطر. يعني مش عايز يعني أهين بلد، لكن في النهاية هم خصوم لنا، أعداء. ومعركتنا معاهم هي معركة دائمة. لأننا أفشلنا حكم الجماعة الإرهابية. والجيش المصري هو الذي فعلها. الجيش المصري هو الذي حمى مصر من أن تكون مثل العراق أو مثل سوريا أو مثل ليبيا أو مثل السودان حتى أو غيرها. الجيش المصري هو اللي أفشل المخططات الاستعمارية
في المنطقة، وما قطر إلا طرف الخيط للمؤامرة الاستعمارية ضد المنطقة وضد مصر. نعم. لكن أنا عايز أقول للمسؤولين القطريين، أنتوا بتهاجموا الجيش المصري. أصغر كتيبة في الجيش المصري تساوي جميع أفراد الجيش القطري، اللي نصهم مجنسين، بتعاملوهم زي لعيبة الكورة وزي لعيبة الباسكت، بتجيبوا ناس وتجنسوهم وتدخلوهم في الجيش. وبالتالي يعني آخر حاجة كان ممكن قطر تتكلم عنها أو قناة الجزيرة تتكلم عنها هي الجيش، لأنه ننظر إلى الجيش القطري لنكتشف أنه لا شيء، وأن كل ما هناك أن قطر مجرد قاعدة لأمريكية نعم. موجودة هناك، وهي التي تحميها وهي التي تقيمها. أنا عايز أقول لا نصغي إلى ذلك. هم في حالة جنون من صمود مصر ومن قوة مصر ومن الدور التي تلعبه مصر سواء في إفريقيا أو في العالم العربي، ومن مواجهة مصر للإرهابيين، ومن قدرة مصر على مواجهة الإرهاب. وكلما ضعف الإرهاب في سيناء، كلما ضعفت داعش، كلما ضعفت القاعدة، كلما فشلت مخططات قطر. نعم. قطر تحاول أن تلعب دورا أكبر من حجمها، وعليهم أن ينظروا إلى أنفسهم، يقفوا كده يبصوا في المراية ويشوفوا هم مين ومصر فين. المصري مين. صح. دكتور رفعت، تتفق او تختلف معايا في ان احنا بحجم اعلامنا التلفزيون المصري والقنوات الخاصه و20 30 50 100 قناه، والتلفزيون المصري 20 30 قناه، مش قادرين نعمل قناه يا فندم تقدر تواجه قناه زي دي يا فندم ويبقى لها نفس التاثير؟ أنا عايز أقول حاجة. اتفضل. يعني طبعا هو في قنوات جديدة لها بتلعب دور تأثير، لكن هي قطر تستخدم، وبالتالي هي تأثيرها لمن يريد أن يستخدمها. أما من يريد الحقيقة فلا أحد أصبح يلجأ إلى قطر ليعرف الحقيقة. وإنما يعرفها فقط من يريدها، من يريد أن يستعملها، من يريد أن يستخدمها. ولكن ما عدا ذلك أعتقد أنها فقدت كثير من قيمتها، وستفقد كثير من قيمتها. ويا ويلهم من الأيام القادمة، لأن الأيام القادمة هتغير كتير في موازين القوى في المنطقة، وهتخلي قطر لا شيء. بشكرك الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، شكرا جزيلا على التوضيح. ودلوقتي تعالوا نشوف فيلم يوم في حياة مقاتل اللي عملته قواتنا المسلحة عشان ترد بيه على كلام قطر واللي زيها، وتوريكوا ازاي الجندي المصري في الجيش المصري دي خدمة وطنية. خدمة وطنية، احنا كلنا كده، كلنا جنود في الجيش المصري كلنا. والولد امه تقول له لازم تروح الجيش عشان تبقى راجل، خلاص اتعودنا على كده، ودي بقت مصنع الرجال. القوات المسلحة هي مصنع الرجال، وكلنا اتعلمنا الرجولة من القوات المسلحة، وكلنا مستعدين. انا واحد اهو والله العظيم لو جم وقالوا تعالى تطوع في الجيش المصري الصبح لا اكون راح لابس البدله الكاكي، ولو جات لي البدله دلوقتي لا اروح اقلع بدلتي